طب انا اعمل ايه؟ واحد بعت لي رساله بيقول لي دكتور محي صباح الخير، انا فلان الفلاني، حياتي اتحولت جحيم، حتى يوم الاجازه ما بعرفش انام في البيت، مراتي بتشغلني وبتشقيني. حبيبي مشكلتك دي محتاجه مأذون، مش محتاجانا احنا. يعني انا اعمل ايه؟ كم مليون مصري عايشين بنفس الوتيره ديت عادي يعني. وعارف ما تقعدش تحكي لي. حبيبي والنبي غير لي اللمبه، حبيبي الحنفيه بتتنقط، حبيبي هات لي مش عارف ايه من فوق المطبخ عشان هي قصيره. عارف انا الجو ده. ما حدش قال لك يعني ان تروح تتجوز واحده قصيره بصراحه. بس هساعدك. اول حاجه، اوعى تغسل لها مواعين بماء ساقعه. اوعى. كرامتنا. اه. ما عندناش الا كرامتنا. اعمل اي حاجه في الدنيا، تغسل مواعين بماء ساقعه الموضوع هينتشر. هتقول لجارتها، وجارتها بتقول لطنط ميرفت قريبتهم، طنط ميرفت بتقعد على النت وهتقعد تسيح. الموضوع هينتشر في البلد، هتلاقي 70 مليون مصري بيدعوا عليك. ايدينا بتشقق من الميه. اه. بعدين انا بردان لوحدي. بص بقى، يوم الاجازه تصحى بدري، قبليها الصبح بدري، كتفها في السرير كويس، بلاستر عمليات من العريض، تكتم بيه بقها، حط على دماغها مخده، خلص الكلام. لا ما هي مش هتفضل، ما انا عارف مش هتفضل رابطها كده، بني ادمه برضه. تفكها بالليل، وعارف قبل ما ترنك العلقه المتينه اقعد عيط وقول لها معلش انا عندي حاله نفسيه ومش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. هتجيبك وتجيلي، ادي لك انت جلسه كهرباء وهي جلستين كهرباء، يمكن نخلص. اوعى الماء الساعه، وحياة ابوك، وحياة ابوك، اوعى الماء الساعه. غسيل مواعين، ماء سخن. صباح الفل.